فيلمنا بيبدأ مع جيسي أم عايشة لوحدها مع بنتها الصغيرة ليني وابنها ميسون في بيت قديم كان ملك جدتها، وبقى ملكها هي بعد وفاة جدتها، وبتكون عارضة للبيع وبتبقى هي المسؤولة عن تربية ولادها والصرف عليهم، وبتروح الخزنة عشان تجيب لبن لابنها، وبتبقى معزلة من البيت من المنطقة كلها، وبتمسك باب الخزنة عشان ما يتقفلش هي جوه وإلا مش هتعرف تفتحه لأن الخزنة بتفتح من بره بس. وبعد ما تجيب لبن لابنها بتيجي لها تليفون من أختها عشان تطمن على أحوالها، وبتقول لها إنها بتجهز نفسها للنقل من البيت، وبدأت تدور على وظيفة عشان تقدر تدفع ثمن الإيجار شقتها وتنقل فيها، وإنها بعدت تماما عن المخدرات من ساعة ما خرجت من المصحة عشان خاطر أولادها. وبتقول لأختها إن رصيدها خلص ومش هتقدر تتصل بيها تاني، وإنها هتعمل تحليل عشان تطمنها إنها بعدت عن التعاطي. وبتكمل جيسي تجرية الرحلة وبتاعتها، وبتكون كليني مش عايزة تمشي من البيت بتاع جدتها لأنها بتحبه، وبتقول لها جيسي إنها لازم ينتقلوا لأن المكان هنا مفيهوش وظايف ولا أي حاجة حتى وهي محتاجة فلوس عشان تصرف عليهم. وبتكمل لما حاجتها من البيت وبتروح الخزنة وبتحط تحت الباب طوبة عشان تمنعه من القفل، وبتدخل جوه عشان تشيل اللي فيه، لكن الباب بيحرك الطوبة من مكانه وبيتقفل وراه، وبتتحبس جيسي جوه الخزنة، وابنتها وابنها بتنادي عليهم وبتطلب منهم يحاولوا إنه يفتحوا الباب، وبتقول لها إن المقبض بتاعه مصدي شوية وهيبقى صعب لكن لازم تستخدم قوتها عشان تفتحه. وبتحاول بنتها لكن بتفشل في فتح الباب، وساعتها بتحاول جيسي انها تكسر الباب او تفتحه باي شكل وبتفشل، وبتطلب من ليلي انها تروح للصندوق وتجيب منه اي حاجه فتجيب لها مفك. بتحاول تفتح باب الخزنة لحد ما ليني بتقول لها إن والدها جه وهيفتح لها الباب حالا، وبيكون روب جوز جيسي جالها البيت وبيفتح لها الخزنة فعلا، وبتقول إنه مش هيقدر يقعد معاها في البيت إلا لو عمل اختبار مخدرات وتأكدت إنها من بعد تعاطي. وبتلاقي إن روب جايب معاه صاحبه سام مدمن، فبتطلب منه يخرج برا بيتها فورا لأنها مش هتسمح له إلا هو وأصحابه إنهم يقعدوا فيه ويعرضوا أولادهم للخطر. فبيقول لها روب إنها دايما فاكرة نفسها أحسن منه وإنه مش محتاج إذنها، بعد انها شايفاه انه مش هينفعش يقعد معاها في البيت ويبقى هيرجع لها ثاني للمكان اللي كانت فيه قبل ما هو يجي، وبيشيلها بالعافيه وبيروح ناحيه الخزنه وبيرميها جواه وبيقفل الباب وراها وبيرجعها محبوسه من تاني، وتفضل تنادي لروبي وبتقول له انه ما يخليش سامي ياسر عليه، وبتفضل واقفه ورا الباب عشان يفتح لها لحد لما الرب يجيب خشب ومسامير ويقفل عليها الباب تماما، وبيدخل مسمار بالغلط في ايدين جيسي وبتفضل تعيط من الالم، وبتكلم بنتها انها تستخبى من سامي بسرعة بالأوضة قبل ما يقرب منها لأنها عارفة إن سام متحرش أطفال، وبتبقى مرعوبة على ابنتها وبيرمي لها روج من تحت الباب مخدرات وبيقول لها إنه هيخرجها إما ترجع زي زمان مدمنة عشان ما تبقاش أحسن منه في حاجة، وبيسيبها وبيمشي. وبعد مدة بتلاقي إن بنتها واقفة قدام الخزنة وبتطلب منها تطلع لها حبس إنها تروح تقفل الباب بتاع البيت فورا وتدور لها على الموبايل بتاعتها لأنها واقع منه في الصالة، أما روب كان شايلها عشان يرجع الخزنة تاني، فبتروح تدور زي مامتها ما قالت لها، وبتقول لها إن مفيش حاجة على الأرض ومش لاقية الموبايل بتاعتها خالص ولا لاقية شنطتها كمان، وميسون بيعيط فبتطلب منها إنها تعمل زي ما كانت بتعمل العروسة وتحاول تغير لميسون وتخلي بالها جدا لأنها تقلق على العروسة بتاعتها وتفضل تدور على أي حاجة تاكلها جواها الخزنة لحد لما بتلاقي مربى تفاحة قدامها كانت جدتها بتعملها وبتتاجر فيها وبتفتحها وبتدي لبنتها حبها عشان تاكلها، وبعد ما بتحط لها شوية مربى في طبق عشان تروح تاكل ميسون، وكمان بتقول لها إن الحاجات اللي تخلي بالها منها وهي بتاكل ميسون، وبتنادي جيس على الأرض ولتاني يوم لحد لما بتصحى بنتها وتطلب منها إنها تدور على أي حاجة حديد موجودة، وبترجع لها بالمفك وبتقول لها ليني إنها لقيته من ورق الشجر برا البيت غالبا من والدها من غير ما ياخد باله، وبتفضل تحاول تحفر على الأرضية بتاعت الكبيرة يمكن تقدر تعدي منها وتخرج من الخزن، لكنها بتسمع صوت خبط جامد في الدور اللي فوقها، وميسون بيعيط وبتقول لها ليني حاولت تشيله لكن وقع منها، فبتطلب منه مامتها انها تشيله بالراحة وترجعه تاني على السرير عشان يبطل يعيط وتديله لبن عشان يشربه، فبتقول لها بنتها ان اللبن خلص وما تبقاش اي حاجة، فبتضطر انها تعتمد على ابنها اكثر من امل انها تعمله لبن يشربه لحد ما بتقول لها ان شافت والدها قدام البيت وكان جاي عليها، فبتطلب منها جيسي تطلع اوضتها فورا وتستخبى فيه، وبيجي لها سامي عشان يعرف فين بنتها وبتقول له انه ما يقربش منها، ولو روب عرف انه قرب من بنته مش هيسكت، فبيقول لها ان الفلوس عنده مش هيقدر يعمل له حاجه، وتسمع خطواته وهو رايح لاوضه بنتها، فبتعرض عليه انه ياخد المخدرات اللي معاه لانها ما خدتهاش ولا هتاخدها، فبيرجع لها سامي وبيقول لها انه تديله المخدرات دي وهو هيسيبها هي وبنتها في حالها، لكنها ما بتصدقوش وبتقرر انها تحاول تستدرجه وتخليه يدخل ايديه من تحت عتبة الباب
عشان تطعنه في ايديه بالمفك اللي معاه، وبتقول له انها مش قادر تتحرك من مكانها وخايفة ترمي له المخدرات تضيع بايديه من تحت الباب عشان ياخدها، وساعتها بتطعنه جيسي بايديه بالمفك لدرجة انه بيثبت المفك في الارض وما بيقدرش سام انه يسحب ايديه، وبعدها بتجيب له قالب طوب وبتبدأ اكثر على المفك عشان يبقى مفيش طريقة لسامي يسحب ايديه، وبتقول له انه هيتحرر اما هي تخرج هي كمان، وبيفضل يعيط ويتحايل عليها تحرره وانه هيموت من البرد. فبتقول له هي السبب باب البيت مفتوح وبيتمنى يموت من البرد، وساعتها حرره. فبيقول لها انه قريبة هتتعب وتستخدم المخدرات وهي هتنسى كل سنين العلاج، لانه كان في يوم زيها ودخل المصحة وتعالج بعد وفاة امه ورجع اسوأ من الاول، لانه لقى الحل في المخدرات عشان تخليه ينسى وانها قريبا هتعمل زيه، لحد لما بتسمع جيسي ان بنتها نازلة تطمن عليها، واول ما تقرب بيمسك سامي ويهدد جيسي انه هيقتل بنتها لو ما حررش. فبيقول لها وتيجي ويسكي وبيديها له على ايد سامي وبتولع فيه عشان يتعذب اكثر، وفعلا بيسيب ليني وتهرب بعيدا عنه ويفضل يتعذب قدامه لحد ما بتطفي النار، ويتقفل النور عليهم تماما بسبب العاصفة اللي بتحصل، وبتفكر انها تستخدم مخدرات فعلا، لكن بتشوف قدامها كتاب الانجيل بتاعها جدتها وبتلاقي انه محطوط فيه فلوس، وما بتمسك الكتاب وبتلاقي فلوس كتيرة متوزعة بين الصفحتين، وبتلاقي ان الكتاب ده كانت جدتها سايباه لها عشان تصرف من الفلوس بعد موتها، ومع وصفة عمل مربى التفاح، وبعدها بتاخد بالها ان السقف بينطر مية عليها، فبتطلع فوق ترابيزة ويتمها عشان تشوف مصدر المية، وبتلاقي ان السقف متأكد بسبب التسريب اللي موجود في الحمام، وبتنزل بسرعة عشان تتأكد لسه سامي عايش ولا لأ، وبيكون ما بيتحركش نهائي. فبتغلي على المفك من ايديه وبتحفر السقف كتير لحد لما بتعمل فتحة وتقدر تعدي من الحمام اللي في الدور التاني، وبتروح فورا على ابنها وبنتها اللي في الأوضة بتاعتها، وبتلاقيهم متغطين بكل الغطا الموجود بسبب البرد، وبتترعب للكروبات اللي كانوا بتلاقيهم بيتحركوا وبتحضرهم جدا، وبتتأكد انهم مدفين كويس، وبتروح ناحية سامي عشان تدور تاخد مفتاح الموتوسيكلات بتاعتها، بتلاقي انه جوه بيمطر جامد ومستحيل انها تسوق بأولادها في الجو ده، فبتخرج عشان تجيب الاكل اللي موجود في عربيتها عشان تاكل بنتها ويبقى مع البسكويت بتاع بنتها، وبعد ما بترجع البيت بتخلي نيسان مع عملي، فبتروح تلم الحاجات اللي وقعت منها، لكنها بتاخد بالها ان سامي واقف وراها، وبتجري بيتها بتلاقي الباب مفتوح، فبتكسر ازاز البيت وبتدخل تدور على بنتها وابنها، وبتلاقيه اختفوا من مكانها، وسامي كمان اختفى، وبتطلع الدور التاني بتلاقي ان سامي ماسك اطفاله وبيهددهم بيهم، وبيجروا بيلاقي الاولاد بين ايدين سامي، فبيطلع المسدس وبيهدده انه هيقتله لو ما سابش الاولاد حالا، وبتروح جيسي عشان تشيل ابنها وبتنزل بالباب، وساعتها بتسمع صوت طلق النار وبتفهم ان روب قتل سامي، وبينزل لها وبيقول لها انه مش هيسيبها الا لو قالت له على مكان الفلوس جدتها، فبتبلغه ان الفلوس في الخزنة، وبيروح يخلع باب الخشب بتاع الخزنة وبيحط قالب طوبة الخزنة، بيفضل يم الفلوس اللي موجودة في الأرض، وبيقول له إنه ما خدش المخدرات فعلا، وإنه بيتمنى لو ياخدها سوا في أسبوع، وبتطلب منه يروح يجيب باقي الأكل الأول من عربيته لأنه لازم يأكله قبل ما ياخدوا الجرعة وإلا ممكن يموتوا، وبتجهز كل الأكل وياخدها بسرعة والجرعة، وبيقول لها إنه الدور عليها وبيهددها بالمسدس إنها تاخد الجرعة معاه حسب اتفاقهم، لكنها بتصر وتهرب منه على الدور الثاني، ويبدأ روبي يدوخ شوية لحد لما بيوصل لجسمه وبيقع قدامه وبيسألها عن اللي عملته فيه، فبتقول له إنه هيموت بسبب الجرعة الزيادة لأنها حطت فيه دواء أكتر من اللازم في الخزنة في الأكل وبتاعتها، وده سبب إنها مش قادر يسيطر على حركاته تماما، وبترميه من الدور التاني وبتتخبط راسه وبيموت روب، وبعد كده بتقدر جيس إنها تحسن من حياتها وتفضل قاعدة في بيت جدتها، وبتبدأ تشغله خاصة في بيع مربى التفاح اللي كانت جدتها عملته، وبتبقى نجحت مع أطفالها.